من ألذ وأشهى الحلويات اللي بنعملها بالصيف هي الكنافة الباردة الشهية ولذيذة فوق ما بتتصوروا. قطعة واحدة ما بتكفيكم، تطلبوا القطعتين وثلاثة منها لأنها خفيفة بنفس الوقت. تابعوا الوصفة للآخر، ولو لسه مو مشتركين بقناتي بتمنى منكم الاشتراك وتفعيل زر الجرس والضغط على اللايك فضلا منكم وليس أمرا. وبتمنى تشاركوا الفيديو مع كل الأشخاص اللي بتحبوهم ياكلوا كنافة باردة. تعالوا نشوف شو بدنا لهالوصفة مع بعض. هلا رح اخذ لتر واحد من الحليب احطه بطنجرة، بحطه على النار. هلا برفعه على النار وبس يبتدي يغلي بضيف له نص معلقة من حمض الليمون، وهيك بيكون فرط معي الحليب. باخده وبحطه بالمصفاية يتصفى مزبوط. لازم انا بهالمرحلة اتخلص من كل السوائل الموجودة بالحليب اللي فرطته، مشان انا هون رح اعمل لسه قشطة تانية اغليها على النار، وبدي تكون مقاديرها ظابطة وما بدي يكون طعم النشا فيها ظاهر. مشان هيك لازم اصفي هاي الحليب اللي انا فرطته مزبوط. هون معاي بطنجرة تانية 3 اكواب من الحليب من كوب المعياري ل4 معالق من النشا، وهاي من ألذ وأشهى القشطة اللي ممكن تعملوها. رح نزل لكم إياها بفيديو خاص تشوفوها امتى ما بتحبوا، لأي أنواع لكافة أنواع الحلويات. حركتهم على البارد ورفعتهم على النار زي ما انتم شايفين قوامهم رخوا بعده. انا بدي هالقوام يضل موجود هيك رخاوته، ما بدي طعمة النشا تظهر كتير، مشان هيك ما كترت نشا. 4 معالق من النشا بكفي. هون رح اضيف الحليب المحلى، نص علبة من الحليب المحلى قد ما بتحبوا يعني. نص علبة كافية من العلبة الكبيرة. هلا انا بضيف القشطة تصفت مزبوط. لما تصفت مزبوط هلا هي رح تشرب باقي الرخاوة الموجودة بالقشطة. واهم شي ما تستخدموا هون البلندر وتخلطوها بالبلندر، خلطوها بالمضرب اليدوي بتضل نترات القشطة اللي فرطناها على الايد واضحة اكتر، وبنفس الوقت تعطيكم طعمة واحساس كتير طيب، اطيب ما انه تخلطوها على البلندر. شايفين هيك بنزلها هلا بواعة وبخليها تبرد على الخالص، وبعدين بغطيها بكيس نايلون وبحطها بالبراد. بدكم تحضروها قبل بيوم حضروها، وبدكم تحضروها بنفس النهار كمان حضروها. طيب كتير لكافة انواع الحلويات بتجنن. هلا معي انا كيس من الكنافة، الكيس اللي كلياتنا بنجيبه من المحلات بيجي مقاس بالمقاس معين يعني. هلا انا ببخه مي مشان رطبه، لانه دايما الكنافة اللي بتيجي مغلفة هيك بتيجي ناشفة. بس رطبتها مي بعطيها معلقتين من السكر، وبرجع ببخها كمان شوية مي مشان السكر يلزق فيها. السكر شو وظيفته هون؟ مو يحلي لي الكنافة، لأنه الكنافة رح أحط عليها سكر قطر. هون أنا ما بدي أحط ملون طعام أبدا. السكر رح يعطيني تلوينة كتير حلوة، لون كتير حلو ولمعة كتير حلوة للكنافة. هلا بعد ما بخيتها وتأكدت السكر لزق فيها، عندي صواني البيتزا هاي كتير حلو الشغل فيها للكنافة بالذات اكتر من البيتزا. بعطيها معلقتين من السمنه، بغطسها بالسمنه مزبوط. وهلا انا رح احاول اخفف سمنه، مشان هيك رح اتبع هاي الطريقه. هلا السمنه حلو حيواني نوعيتها كتير رح تعطي طعمه طيبه، ولكن احنا بدنا اياها خفيفه، مشان هيك رح نقلل السمنه شويه. هلا معلقه الثالثه رح اخلطها بين القسمين. قسمت الكنافه لقسمين. بعد ما قسمت الكنافه لقسمين تقريبا متساويين بايدي، هيك قسمتهم. حطيت النص الاولاني بالصينية وبلشت أضغط عليه، وين في فراغات برجع بعبيها. وعشان أسهل عليكم عملية تعباية الفراغات، بعد ما تضغطوا عليها بهالطريقة هاي بتجيبوا هلا كيس من النايلون وبتحطوها بتغلفوها، بصير فردها أسهل. ترجعوا تفردوها هيك بإيدكم. وزي ما قلت لكم كمان هاي المرحلة لو جايكم ضيوف الصبح وحابين تشربوا معاه فنجان قهوة مع كنافة، فيكم تعملوا القشطة من قبل بيوم، وهاي العملية كمان من قبل بيوم. هلا بعد ما أنا فردت الكنافة هيك بهالطريقة هاي، بجيب الصينية الثانية وبحطها فوق الصينية الأولى مشان تكون انضغطت الصينية الأولى مزبوط. وبنفس الوقت هلا هيك أنا خلصت عملية فرد الصينية الأولى. الصينية الثانية نفس العملية، برجع بلفها بكيس من النايلون، وهلا بفردها على ايدي وبضغط عليها وبحط لها الصينية الثالثة فاضية. بس مجرد اضغط عليها. وقلت لكم فيكم تحضروها كمان هالطريقة هاي هيك قبل بيوم بالبراد، وبس تفتحوا عليها تحطوها بالفرن. راح اضيف لها بالفراغات سمنة. هلا السمنة كلها راح تسوخ يعني بكل الانحاء. السمنة وين ما حطيتوها راح ترجع تسوخ وتنفرد على اعلى صينية، سواء حطيتوها بالنص او على الجنب او كذا. بحط الصينية الاولى بالفرن وبعدين بدخلها. بس تطلع الصينية الاولى من الفرن بشربها قطر بحدود
نص فنجان من القطر من الكوب المعياري. هلا هيك احلى يعني سماع طقطقة الكنافة وهي عم تشرب القطر تبعها. طبعا نحن ما رح نغرقها، نص كوب من الكوب المعياري بكفيها عبين ما تطلع الصينية الثانية من الفرن ونشربها نفس الشي قطر. منطلع القشطة من البراد وبعدين منحشيها. طريقة حشيها كتير حلوة، يعني هي كنافة ما بتاخد منكم وقت وبنفس الوقت خفيفة. هلا بنزل قشطة بكمية وفيرة وببلش افرد فيها، والاهم انه انتو تبعدوا شي مسافة هيك اقل من نص سنتي او سنتي هيك عن الاطراف. اقلكن ليش؟ لانه رح نحط فستق حلبي، نزينها بالفستق الحلبي على اطرافها، بيطلع طعمتها كتير طيبة وبنفس الوقت منظرها كتير حلو. يعني هلا الفستق الحلبي ماخذ مكان حلو بالعين، وبنفس الوقت لما هلا ناكلها كل قطعة فيها فستق حلبي بكمية وفيرة. بعد ما وزعت الفستق الحلبي هلا صار منظر الصينية او الكنافة بهالطريقة هاي. منظرها بتشهي، منظرها بياخد العقل، ولكن لازم نحط لها الطبقة الثانية اللي من الكنافة اللي حضرناها مع بعض. بننزلها بهالطريقة هاي. شوفوا ما احلاها، منظرها عن جد بياخد العقل، وبنفس الوقت قلت لكم سمنتها كتير خفيفة، يعني ما بينشمع منها ابدا ابدا ابدا. وبهم اهم شي نكهتها، نكهة السمنة كتير طيبة. حطيت شوية من القشطة وحطيت الفريز هلا يعني موسمه وتزيين فيه بيجي كتير حلو وطعمه بتجنن. وبنحط كمان فوق القشطة كمان كم من حبة من الفستق الحلبي، بيعطي منظر كتير حلو. وما بننسى هلا يا حذركن يا فذركن شو بدنا نحط كمان فوق الفريزات والفستق الحلبي والقشطة. رح ننزل كمية بسيطة ووفيرة من القطر، بيعطيها طعم كتير حلو، وبنفس الوقت هي كنافة زي ما انتم شايفينها باردة وخشنة من خشنة، رح تسحب القطر لجوا بكل سهولة. يعني شايفين شلون هالقطرات هلا عم ينزلوا فوقيها، منظرها بتاخد العقل وريحتها بتشهي كمان. وكمان فوق ما بتصوروا خفيفة كتير كتير، يعني تاكلوا قطعة قطعتين ما بتشبعوا منها ابدا. منقطعها، فيكن تكتروا الفريزات وتقطعوها لأكتر من الكمية اللي أنا قطعتها فيها، يعني تقللوا حجم القطعة وبحيث تعم على الجميع. بس هي قطعها كتير يعني لألكن ما بنشبع منها. هاي القطعة صارت معي جاهزة، تعالوا ندوقها مع بعض. طعمتها بتاخد العقل، وأهم شي الكنافة وهي بتقرش بتمكن، طعمتها بتشهي يا جماعة. بنصحكم جربوها وصدقوني ما بتندموا. رح تصيروا مو كل أسبوع تقولوا بدنا وحدة، نعمل كل يوم والتاني ما بتروح طعمتها أبدا من مخيلتكم. بتمنى أشوفكم فيديوهات تانية وحلويات تانية رح أعمل معاكم. ولا تنسوني من الدعم والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والضغط على اللايك فضلا منكم وليس أمرا. وهلا رح ننهي الفيديو وننهي الوصفة بآخر لقطتها عن جد بتاخد العقل، منظرها بتشهي قدام ضيوفكم. اعملوها